السلام عليكم، أنا أحمد السيسي مؤسس نادي القراءة العملية. أهلا بيكم في المحاضرة الثالثة والأخيرة من الكورس المقدم مجانا من نادي القراءة عن Create Your Personal Branding Statement، إزاي تعرف نفسك وشغفك وتتميز في سوق العمل. واتكلمنا في اول محاضرتين عن اهميه البيرسونال براندنج، وان هي بطاقه تعارف ليك في سوق العمل، الهويه بتاعتك، انت بتعرف تعمل ايه، ايه هي مميزاتك، ايه شغفك، انت عايش ليه. واتكلمنا في ازاي نستخدمها وامتى، وتقدروا تلاقوا المحاضره الاولى والثانيه هتلاقوها في الديسكريبشن في الفيديو ان شاء الله. وان شاء الله دي المحاضره الاخيره اللي من خلالها هنقدر نشتغل مع بعض عملي، وهنعمل الاختبار العملي مع بعض، بحيث بعد الفيديو ده انت هيبقى معاك البيرسونال براندنج ستيتمنت الخاصه بيك. يلا بينا نبدا على طول. قبل ما نبدا ان شاء الله كل واحد فيكم هيعمل الورقه اللي هي زي اللي انا عاملها قدامكم، ما تقلقوش لو الخط مش واضح، كلها مشروحه في باقي المحاضره. ده اختبار اسمه All About Me Worksheet. ده بيتكلم عن هتلاقوا لينك طبعا التول دي والاختبار ده موجود في ديسكريبشن تحت الفيديو. انا عملت مقاله خاصه بتشرح الاختبار كله بالصور، ما رضيتش طبعا اعمل لها فيديو هنا عشان حجم الفيديو ما يبقاش طويل. انت قبل بس ما هتبدا، يعني في بدايه الفيديو هتخش تقرا المقاله وتيجي راجع تاني للفيديو، هتعمل الورقه اللي قدامك وتبدا تبيلد وتكتب فيها النتيجه اللي انت خدتها من الاختبار ده. ما تقلقوش، الاختبار مجاني تماما، مفيش اي حاجه هندفعها، والاختبار مفيد وقوي جدا ومرشح جدا لكل الناس اللي تايهه دلوقتي او ما عرفتش تجاوب على الاسئله في المحاضره اللي فاتت. بعد كده تعالوا نبدا بقى. الورك شيت دي بتتكون ان انت هتحط 6 كلمات بتوصف الحاجه اللي انت شاطر فيها. زي ما قلنا التالنتس بتاعتك هي what you are naturally good at، الحاجه اللي انت اوريدي يعني انت شاطر فيها. هتحط بس 6 منهم هنا. بعد كده السؤال الثاني او الخطوه الثانيه هتحط 4 حاجات انت شغوف جدا بيهم. طبعا كل ده النتيجه دي انت ما تقلقش خالص، احنا ادينا لكم حلين، يا اما الحل بتاع المحاضره الثانيه اللي هو كانت الاسئله اللي سالتها لكم، لو حد فيكم خرج باجابات هيكتبها هنا، او اللي لسه كان تايه وما عرفش يجاوب هيخش الاول على التول اللي احنا اتكلمنا عليها او الاختبار المجاني اللي احنا اتكلمنا عليه، ومن خلاله هيقدر يملى كل الاسئله دي وهيبقى الموضوع سهل. بعد كده هيخش على الخطوتين الباقيين اللي هم هتقول انت عايش ليه، هتحط 4 حاجات انت بتعمل كل اللي بتعمله ده ليه، ايه الحاجه اللي بتخليك تنزل الصبح من بيتك، ايه الحاجه اللي بتخليك تشتغل، اللي بتخليك تقرا، اللي بتخليك تطور من نفسك. تكتب برضو 4 حاجات منهم. بعد كده هتكتب الاكشن فيربس بتاعتك، انت بتعمل ايه بقى عشان يدعم الحاجه دي. يعني انت مثلا لما تقول انا شخص سيلف ليرنر، تمام، طب انت بتعمل ايه عشان يدعم الحاجه دي، ايه الاكشنز اللي انت بتاخدها كل يوم تاكد لي ان انت فعلا زي ما انت كاتب كده حد سيلف ليرنر او حد بيعرف يتعلم لوحده او غيره. فالاكشنز دي الاكشنز فيرب هي اللي هتحدد. بعد كده بقى تحط اخر حاجه الايدنتيتي بتاعتك او البيربس بتاعك. I'm a person who، انت الشخص اللي بتعمل ايه، اللي عايش ليه. طبعا كل ده هيبقى بعد ما هتعمل الاختبار اللي احنا اتكلمنا عنه في اول الفيديو. طيب ايه هو التمبلت؟ تعالوا افكركم بيه تاني. التمبلت زي ما قلنا هنقول I am انا، وتحط 3 talents من اللي عندك. who loves، وتحط بقى 3 passions من بتوعك. بعد كده هتقول as I، وتحط الايدنتيتي بتاعتك، و3 فيرب من ال6 اللي احنا طبعا هنكتبهم اتكلمنا عليهم الخطوه اللي فاتت، هتختار بقى منهم. وبعد كده 2 or 4 what matters to you، انت بتعمل كل ده ليه. طبعا الكلام يمكن صعب شويه، طب تعالوا نعمل كده مثال عملي. انا هعمل البيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعتي دلوقتي معاكم. طبعا عملت الاختبار قبل ما اعمل الفيديو ده عشان برضه اطبق معاكم الخطوات كلها، وعملت البيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعتي، وتعالوا ندردش فيها مع بعض. دي بتاعت انا I am هنا 3 التالنتس من اللي عندي: ambitious, principled, and reliable person, who loves، وحاطط 3 passions بتوعي: to help people to discover, develop and learn what they love، بساعد الناس ان هي تقدر تكتشف وتطور وتتعلم الحاجه اللي بتحبها. as a passionate self learner speaker، كحد شغوف جدا بالتعلم الذاتي، وضفت هنا كلمه سبيكر عشان انا عديت مرحله ان انا بشير بقى مع الناس واعلمهم ازاي يبقى هم كمان سيلف ليرنر. طيب انت دي الهويه بتاعتي از باشنت سيلف ليرنر. طب تمام، انت بتعمل ايه بقى عشان تدعم الكلمه دي؟ I participate talks
design courses, write articles and mentor people. بعمل كل دي الاكشنز بتاعتي اللي انا باخدها بتدعم الايدنتيتي بتاعتي، ان انا بشارك بتوكس، بعمل كورسات، بكتب مقالات، وكمان منتور بيبل يعني بمشي مع الشخص خطوه بخطوه وببقى المنتور بتاعه في رحلته. ليه بعمل كل ده؟ ايه بقى الغايه بتاعتي؟ to help them discovering their whys، عشان كل واحد فيهم يعرف هو عايش ليه. دي كده البيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعتي. تخيلوا كده لما هتقرا الجمله دي في 30 ثانيه بالظبط، انت عرفت انا مين، بعمل ايه الحاجات اللي انا شاطر فيها، ايه الحاجات اللي انا بعرف اعملها، انا اقدر افيدك ازاي. فانت كمان بعد ما هتعمل الاختبار هتطلع بنفس النتيجه دي واحسن. لو عايز حاجات تلهمك انا هسيب لكم في الديسكريبشن تحت الفيديو اكتر من بيرسونال براندنج ستيتمنت تقدر تبص عليهم، تقدر تعمل كوبي بيست، تقدر تعدل عليهم، تشوف ايه الحاجه طبعا بعد ما تعمل الاختبارين، تشوف ايه الحاجه القريبه ليك وتبدا تعدل عليها. واتمنى ان انت تشاركني بالبيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعتك. بعد كده خلاص مبروك، انت كده خلصت وبقى عندك يور اون بيرسونال براندنج، وبقيت عارف انت مين وشاطر في ايه وبتعرف تعمل ايه. هي الحاجه دي مهمه جدا ليك انك تكون عارفها، لانها في 30 ثانيه بالظبط هتقدر يعني لما اسالك او لما حد في انترفيو يسالك انت مين، ما تقولوش انا اسمي كذا واتولدت في كذا، لا هو عايز يعرف انت بتعرف تعمل ايه، انت شاطر في ايه، هتفيدني ازاي، وهكذا. فلما يكون عندك بيرسونال براندنج ستيتمنت ده هيميزك جدا، هيعرف الشخص اللي قدامك ان انت حد محترف وبتختصر عليه الطريق وبيعرف هو هيستفيد منك ازاي. ان شاء الله اتمنى تشاركوني بالبيرسونال براندنج ستيتمنت بتاعتكم. لو حد وقف في اي خطوه يقدر يكلمني على صفحه نادي القراءه او على صفحتي الشخصيه، وهتلاقوا كل حاجه في اللينكات تحت الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.